أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم وفي إطار منافسات بطولة كأس آسيا للناشئين وفي نسختها العشرين هنا في المملكة العربية السعودية من أجل التواجد في قطر في بطولة كأس العالم للناشئين في النسخة القادمة في هذا العام بالنسبة لبطولة كأس العالم للناشئين، باعتبار أن المقاعد أصبحت 8 لقارة آسيا بالإضافة لمنتخب قطر الذي سيستضيف هذه البطولة. مصلحة اليمن، كرة ستنفذ من الركلة الثابتة، كرة تلعب، هذه الكرة لافة خطيرة تأتي لكنها سهلة ولا أروع، تقدم في اليمين، عرضية يمنية، بعد ذلك تصل المنتخب الأفغاني، هنا محاولة أفغانية، فرصة تأتي، التصويبة القوية، حارس المرمى على مرتين وسام الأصبحي، لكن وسام الأصبحي تصدى للكرة الأخيرة، ترسل الكرة العرضية، عرضية ترسل عالية، لكن حارس المرمى في العالم هذا هو السؤال. كرة منقولة وصلت عالية، انطلاقة يمنية، فرصة لا تأتي، لكن خروج حارس المرمى. لكن اليمني دائما ما يفتخر بتلك الأرض التي كانت سعيدة. أفغاني، لمسة حاضرة في وسط الميدان، محاولة التقدم، كرة يمنية للجول. أوه يا كريم يا كريم، وصلت الكرة بينية لمنتخب أفغانستان، لكن أيضا تبعد الكرة في اللحظة المناسبة من أمام اللاعب عزم الدين حاجي من الطرف الأيسر، لكن ننتظر طرب داخل أرضية الملعب، والطرب الأول بهدف أول، هدف يماني أول. الله في وقت الحديث عن طرب الصوت، هنا الطرب الأقدام بهدف محمد نعمان، اليمن بهدف أول. نعم، وكأنها استجابة لهذه الأصوات، وكأنها استجابة لهذه الحناجر. الهدف الأول عن طريق محمد نعمان، هدف أول لليمن، الأحمر الناشئ يدون الهدف الأول ويضع اللبنة الأولى من أجل حلم التواجد في قطر في بطولة كأس العالم للناشئين. هدف أول، وصول أول لأحمر اليمن الناشئ بكرة أرسلت من هذا المكان، بهذه الصورة عرضت، بهذه الصورة لعبت، بهذه الصورة أرسلت، التسديدة أتت، المتابعة من نعمان بالقدم اليمنى في شباك محمد مرادي. هدف أول لمصلحة اليمن في هذه اللحظات على وقع الطرب اليماني الأصيل. اليمن وناشئو اليمن يضعون اللبنة الأولى من أجل حلم اليمنيين في التواجد في مونديال الناشئين. هدف أول عن طريق محمد نعمان، فرحة لهذا الصغير اليمن، عنه السعادة، لكن كرة القدم أحيانا كرة القدم تكون هي النافذة للفرح. هنا سقوط وركلة جزاء، هنا سقوط وركلة جزاء في هذه الأثناء. ستنفذ الكرة من الركلة الجزائية، ستنفذ الكرة من علامة الجزاء. هنا التدخل كان موجود من أجل ثاني الأهداف ومن أجل التعزيز ومن أجل أن يزهر أشبال اليمن هنا أمام مرادي الجراش القائد من أجل الهدف الثاني. اليمن من أجل تعزيز النتيجة، الجراش محمد والتسديد، جول يماني الثاني. نعم، هدف ثاني في مرمى الأفغاني عن طريق محمد، عن طريق الجراش. هكذا يزهر أشبال اليمن هنا في أراضي المملكة من أجل حلم التواجد في قطر بثاني الأهداف في شباك المنتخب الأفغاني. هدفان دون رد، هكذا أصبحت النتيجة. استشعروا مسؤولية تلك الأماني بكرة من علامة الجزاء في شباك محمد مرادي. الهدف الثاني لمصلحة الأحمر الناشئ. اليمن هدفان، أفغانستان لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن هذه النتيجة تعطي راحة كبيرة من دون أدنى شك. وهذا الثالث ربما في الطريق، عرضية الآن ترسل والراسية تأتي، والثالث كان في الطريق. لو انطلاقة سريعة للمنتخب الأفغاني ممتازة، عزم الدين حاجي زادة، عنده كرة حاجي زادة والعرضية، فرصة أفغانية خطيرة لكن مرت بالسلام.
خطأ آخر، خطأ فادح في هذه اللقطة، لكن التسديد أخطاء لابد من التقليل من هذه الأخطاء. في وسط الملعب انطلاقه الان تاتي، لكنها في الاخير سهله. خروج حارس المرمى خاطئ، والثالث فرصه الهدف الثالث. الحارس غير موجود والتسديد موجود، ولكن المدافع ايضا كان موجود. وهذه التسديده من جانب اللاعب ايمن محمد. في هذه اللحظات ملعوبه الكره، تسدد قويه، خطيره كانت، لكنها مرت الى خارج الملعب الى لاعب المنتخب الافغاني. هذه الكره التي تركها حارس المرمى وسام الأصبحي تتحول إلى ركلة مرمى، والكرة إلى حارس المرمى وسام الأصبحي من خارج منطقة الجزاء، لمس الكرة وسام الأصبحي من خارج منطقة الجزاء. راية شاهد الكرة هنا، كرة تلعب تسديدة لكنها بعيدة تماما إلى خارج الملعب. بعد ذلك تصل في وسط الميدان يمنية، محاولة قائمة من هذا المكان. علي تسديدة لكنها بعيد. سليمان عن طريق محمد نعمان، عرضية للثالث، فرصة الثالث اليمان الثالث قد يأتي الآن، عرضية ترسل. هذا الثالث لكن حارس المرمى كرة محمد نعمان أيمن، والعرضية الآن ترسل والراسية الآن تأتي، لكن أيضا تبعد من المدافع الأفغاني. وصافرة الحكم فانكو تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. اليمن هدفان، أفغانستان لا شيء. حصيلة الشوط الأول. ألقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني. منتخب أفغانستان لا شيء. في حراسة المرمى محمد النعمان، محمد الجراش، عمر أنور، محمد مشبح، هناك أحمد طلال، أيمن محمد، أحمد ناصر، أحمد نعمان، كريم حمدي، علي جاليو. هي الأسماء الموجودة في تشكيلة المنتخب اليمني في هذا اللقاء. اليمن من أجل الثالث، والثالث قادم، لكن الكرة السهلة عند حارس المرمى اليمني. ولدينا محاولة قائمة عرضية لأفغانستان، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية من هذه المسافة. تصويبة قوية لكن اعتلت العارضة في تشكيلة المنتخب اليمني. خبي أفغانستان، وصلت الكرة بعد ذلك التصويبة القوية، قوية جدا. هدف رائع في اللقطة الماضية. حذاري، لا نكتفي بالهدفين، لا نكتفي بالومضتين، لا نكتفي بهذه النتيجة. يمنية عرضية على الطائر، قد تأتي السلام، تصويبه، ولكن حارس المرمى باتجاه كريم. فرصة التصويب القوية تأتي، الثالث، لكن حارس المرمى مرادي. الكرة إلى علي والعرضية ترسل. هذا الثالث، الله أن يغرد بهدف الثالث لليمن في اللقطة الماضية بالكرة الرأسية، لكن جانبت القائم الأيمن خطيرة. كان هنا لدينا ركلة ركنية لليمن، ترسل هذه الكرة لافة رأسية الآن تأتي، لكنها سهلة عند حارس المرمى الأفغاني. عودة إلى الخلف، فرصة الآن تأتي أفغانية، التصويبة قوية جدا لكنها إلى خارج الملعب. من حاول في الكرة الماضية في كرة أيمن، في محاولة لليمن عرضية. هذه وين وصلت إلى عبد الله محمد، والتسديد، ولكن حارس المرمى ما زالت الكرة، لكن في الأخير في الثالث ضاعت على المنتخب اليمني. عصام السقاف، لاعب اللي يعتبر ثاني أصغر لاعب في البطولة. نعم، ثاني أصغر لاعب في البطولة عصام السقاف. ظهرها هيبة الفريق وتاريخه. هنا لدينا فرصة، وهنا لدينا كرة يمنية، فرصة الآن تأتي لليمن. ممتازة التمرير، اللمسة، بعد ذلك وين العرضية، تصويبة، لكن حارس المرمى يتصدى. الكرة ما زالت، والتسديد لكن بعيدة. يمني الأهداف سجلت في الشوط الثاني والهدفان، لكن كأداء لدي حلم أكبر لتواجدي في كأس العالم للكبار. علي إلى كريم في كرة، ما زال كريم يتقدم، يسقط كريم، ينهض كريم، عنده كرة كريم يا فنان. الله يا كريم قتل، لكنه نهض، وهنا المهارة في كرة بعد ذلك. يا سلام كريم حمدي،
رائع جدا كريم حمدي، رائع جدا كريم حمدي. في الكرة الأولى سقط، في الكرة الثانية نهض، عرض، وكان بالإمكان أن يسجل الهدف الثالث في اللقطة الماضية. ركلة ركنية في اللحظة الأخيرة خطيرة من أجل الهدف الثالث، من أجل الهدف الثالث. عرضية لا ترسل عالية، حارس المرمى يتدخل. بعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس، تحولت إلى ركلة مرمى. عن ثالث الأهداف. هنا الكرة ترسل لكن التغطية كانت موجودة. بتعود الكرة من جديد. الأفغاني الآن يحاول. 4 دقائق أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضائع. أعلن الحكم خطأ للمنتخب الأفغاني. إضافية. كرة من ركلة ثابتة. تلعب الكرة في اليسار لكن التغطية كانت موجودة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.